اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هيكون فيديو جديد وفيديو قوي جدا في قناتنا وقناتكم محمد علاء. يا ريت بقى قبل ما الفيديو يبتدي وقبل ما نتكلم في الموضوع، يا ريت تنزل تشترك وتحط لايك، عشان انا متاكد مليون بل مليار المية انك هتستفيد جدا جدا جدا. النهارده باذن الله هكلمكم على ليه لازم انت النهارده داخل في 2023 لازم يكون عندك مشروعك الخاص. لازم اجباري يكون معاك مشروع خاص. طيب يا محمد يعني انا بس قبل ما الفيديو يبتدي او قبل ما نتكلم انا عايزك تتفرج على الفيديو كامل. انا نادرا ما بطلب من الناس ان هم يتفرجوا على الفيديوهات كاملة. ليه؟ لان ما بحبش اجبر حد على حاجة، بس المرة دي انا بجد عايزك تتفرج لانك هتستفيد جدا. طيب، ليه انا لازم يكون عندي مشروع خاص يا محمد؟ طب ما دينا انا شغال شغلانه والحمد لله مستوره والحمد لله. بص هقول لك على حاجه. حتى لو شغال شغل، تمام، حتى لو بيجي لك دخل، تمام، ابوك مثلا بيصرف عليك، اهلك بيصرفوا عليك، وات ايفر الفلوس اللي بتجي لك ازاي، ليه لازم يكون عندك مشروعك الخاص؟ هقول لك ليه. رقم واحد، وده اهم حاجه، اهم حاجه، انت النهارده الاسعار بتزيد وبتغلى بطريقه غبيه، بطريقه يعني حاجه لا توصف. والله العظيم يا جماعه الاسعار بترفع كل شويه، وكل شويه تسمع قرار غريب، يعني مثلا زي قرار الجواز اللي بيقول لك لازم تدفع 30,000 جنيه لصندوق الاسره وحوارات. طب ما انت لازم تبقى مواكب الكلام ده كله. لو اعتمدت على الفلوس اللي بتجيلك من شغلك بس، عمرك ما هتعمل حاجه، عمرك. طيب يا محمد يا علاء، طب المشاريع النهارده عشان نفتح مشروع، انا عارف ان انت برضو بتقول كده، عشان نفتح مشروع احنا هنحتاج مبالغ، يعني بنت لذينه. طب النهارده عشان تفتح مشروع، بص هقول لك على حاجه، مش شرط المشروع يكون بالطريقه التقليديه اللي احنا عارفينها. على فكره قناه اليوتيوب دي مشروع. اي حاجه بتجيب دخل هي بالنسبه لي مشروع، بالنسبه لي. فهمت الفكره؟ طيب، اعمل قناه يوتيوب، تمام، بيع على النت، كانك فاتح محل في ارض الواقع، بس بدل ما انت بتبيع في ارض الواقع بتبيع على النت. فهمت الفكره؟ تمام. بيع، اعمل مصالح، طبعا في بما يرضي الله، يعني مش ما عشان بس في ناس بيفهموا الكلام بطريقه تانية يعني، عشان بس ما تعملناش مشاكل يعني. تمام. اعمل قناه يوتيوب، فاهم، اعمل كذا حاجه، وبعدين برضو دور على الحاجات اللي هي بيكون الربح فيها بالدولار. دي بقى بص انت كده في العلالي. ليه؟ الدولار النهارده انا مش هتكلم معاك، انت عارف وصل لكام؟ تقريبا حاجه و30 النهارده يعني، تقريبا يعني. الدينار الكويتي ده انت لو عرفت تعمل مصلحه بالدينار الكويتي انت عديت خلاص. طيب يا محمد يا علاء، انا عايز اتكلم معاك بقى في نقطه، اتفضل. هو انا دلوقتي هل انا هفتح المشروع هيجيب لي فلوس؟ لا. بص اصل بص افهمك على حاجه برضو عشان تكون فاهمها. ما فيش حاجه اسمها انا هفتح المشروع النهارده يجيب لي فلوس النهارده. هو ممكن اللي بيجيب فلوس النهارده لو بيع، لو انت بتبيع حاجه عرفت تبيعها، هو بس الشطاره في انك عرفت تبيعها، عرفت تبيعها هتجيب لك فلوس النهارده، تمام. لكن مشاريع اللي هي بتكون طويله المدى زي اليوتيوب، زي مثلا على فكره برضو لو مشروع برضو بيع برضو وخليته طويل المدى هيجيب لك فلوس اكتر على المدى البعيد. هي فكره بس في الصبر والله العظيم. تمام. وبعدين بقى انا مش هتكلم معاك في حوار المشاريع الخاصه ده ايه الفوائد فيه. يعني اول حاجه الارباح بتبقى في جيبك انت. انت لو شغال في شغلانه الارباح بتخش في لصاحب الشركه، مش بتجيلك انت بس ليك المرتب الثابت بتاعك. انت الارباح بتخش في جيبك، تمام. في فرصه انك تترقى، في فرصه ان حياتك تتغير، لكن انت في شغلانتك الثابته انت مربوط بالجنيه اللي بيجيلك، لا هيجيلك ازيد ووارد يجيلك اقل. تمام. طبعا ما انتش بقى انت مش براحتك بقى، وانت عارف بقى انا مش هقول لك حاجه جديده، تمام. فانا طالع اكلمكم في موضوع مهم جدا. لازم تبتدي من النهارده تقفل معايا الفيديو، تعمل لك قناه يوتيوب بقى، تبيع، معاك فلوس ربنا كرمك تنزل تفتح لك مشروع، تعمل لك متجر الكتروني، انت على حسب بقى، تمام. وانا عارف ان السكه صعبه، ما تفتكرش ان انا مثلا بقول لك كده ان الله بقى الدنيا جميله بقى ومش عارف ايه، لا. انا بكلمك حاليا وانا قناتي 205 مشترك. لو انا من الناس اللي هي يعني بتزهق بسرعه او كده، اقول لك لا يا عم، لا مش جايبه همها، لكن لا، لا، انا عن نفسي راضي باللي ربنا بيجيبه،
بس في نفس الوقت برضو ربنا بيقول لك اتعب وانا هديك المكافأة. فهمت الفكرة؟ فبس يا شباب ده كان فيديو النهارده، اتمنى بقى لو الحلقة عجبتكم تنزلوا تشتركوا وتحطوا لايك، والسلام عليكم. باي باي.